الجيش متورط في أعمال عنف ضد الثوار ومتهم في أعمال حرائق. الصورة التي نشرت اليوم في جريدة التحرير لأحد جنود الجيش الذي قام بضرب الفتاة وسحلها هو نفسه الذي كان يقوم بحرق المجمع العلمي، وبالتالي نحن أمام مشاهد مزدوجة الآن. هذا أمر يعني أن الجيش الآن بدأ يتورط في أمور غير صحيحة لم تكن له معهودة من قبل. دائما يقولون أخرى تم الإلقاء على عدد كبير جدا من الشباب. أنا كنت من الذين تم ضربهم في الميدان واستطعت أن أهرب بصعوبة كبيرة جدا من هذا الضرب ومن هذه الانتهاكات المتلاحقة ومن هذه الأفعال التي كان يجب عليهم أن ينتهوا منها، والتي كان يجب عليهم أن يعلموا أن هذه الممارسات التي يمارسونها يقومون بتوريط الجيش بصورة كبيرة. نحن لدينا صور كثيرة جدا. طيب ألم أستاذ تقادم وأنت في الميدان أو أنت في قلب الأحداث ألم تلاحظ هذه الصور التي نبثها الآن أو التي بثها اللواء عادل العمارة لمجموعة من الأحداث صغار السن يلقون بالحجارة وما إلى ذلك، وحتى المناظر التي بثها في تسجيل المصور عن بعض الاعترافات لهؤلاء الأحداث، ألم تتبين وجوها غير الوجوه الثورية؟ رأيت أشياء كثيرة جدا، منها الذين يعتلون الأسطح العالية في التحرير. هؤلاء كان يقصد بدوارهم الجيش وهم جنود للجيش، وفي نفس الوقت هم على علاقة كبيرة به. بدأوا يستخدمون ويقومون بالمولوتوف وبالحجارة. يعني باختصار هل تظن أو تعتقد أن مسألة أو عملية استئجار البلطجية التي كانت سائدة في عصر مبارك من قبل مباحث أمن الدولة أو من قبل جهاز الشرطة هل ما زالت قائمة حتى الآن؟ نعم، قامت بامتياز، والدليل على هذا أن الفراغ الأمني الذي كان مصطنع من قبل المجلس العسكري تم القضاء عليه تماما في فترة الانتخابات. الآن أنت لا تجد أعمال بلطجية، البلطجية لم يظهروا في الانتخابات، وبالتالي هناك عملية فراغ أمني كانت مقصودة. كان هناك عملية إطلاق لسراح البلطجية. أنا من الأشياء التي رأيتها في التحرير بأم عيني أنني حينما دخل الجيش بأول أمس وفض على الاعتصام بصورة كبيرة جدا اضطررت أن أخرج أنا وزملائي حتى لا يتم القبض علينا، ولكننا شهدنا مجموعة من البلطجية بمجرد أن دخل الجيش تصافحوا معه وقاموا بهدم الخيام مع الجيش، والجيش يحمل كاميرا ويصور هذه الأشياء ويبثها عن الذين يقومون بهذه الأمور هم الثوار. بالتأكيد هناك انتهاكات، بالتأكيد هناك عمليات تدخل، بالتأكيد هناك عمليات دفع لهذا الأمر يعني. لكن لا، ما أريد أن أقوله أن هذا ما رأيناه بأم عيننا. الجميع والجزيرة عندكم قمتم ببث هذه الصور التي كانت موجودة، الذين يقفون فوق الأسطح ويقومون برمي المولوتوف والذين ساهموا في إحراق المباني. يعني هذا أمر لا يمكن السكوت عليه. لماذا يتم توريط الجيش المصري في هذه الصورة؟ لماذا حتى هذه لا بالمناسبة نحن لدينا صور كثيرة جدا ولدينا فيديوهات وداتا كثيرة جدا لهذه الانتهاكات، وسوف نعرضها أيضا في مؤتمر صحفي لكي نبين الحقيقة يعني أن الجيش المصري حينما يتم توريطه في اعتداء على الشعب المصري هذا إفساد حقيقي للعلاقة التي هي بين الجيش وما بين الشعب. هناك علاقة وطيدة جدا بين الجيش والشعب، وبالتالي هناك اختلاف حقيقي ما بين المجلس العسكري وما بين الجيش. المجلس العسكري الآن هو يمارس السياسة، لكنه يدفع الجيش في أن يقوم بالعنف ضد الشعب، وبالتالي هذه مسألة خطيرة. هناك جيش حتى هذه اللحظة لا يعني له ما يقرب من 11 شهرا في الشارع. الجيش لم يعد لهذه الصورة أبدا. الجيش يعود للسكنات، الجيش يكون في السكنات، لا يمارس هذه المهنة التي يمارسها في الشارع. نظام مبارك حينما كان استطاع أن يقيم رابطتان أساسيتان. الرابطة الأولى هي العلاقة المالية مع رؤوس الأموال، وكذلك العلاقة مع البلطجية بالتحالف مع الأمن.